السلام عليكم. في فيديو اليوم ان شاء الله هنحضر نوع من انواع الحلويات الشرقيه ومن اجمل الانواع، وهو البقلاوه او الجلاش بالمكسرات. طريقه تحضيره سهله وبسيطه جدا، والميزه في صنف الحلو ده انكم تقدروا تبدلوا الحشوات زي ما انتوا عايزين. قد ايه كان طعمه غني ومقرمش وكان رائع بزياده. يلا نبدا على طول بالفيديو. هنحضر اول حاجه الشربات او الشيره. معايا 300 مللي من الميه، ميه عادي الكوب ربع من الميه. كمان معلقه كبيره من ماء الزهر، تقدروا تستخدموا ماء ورد او فانيليا. كمان 400 جرام من السكر، ما يعادل 2 كوب. السكر هنا اللي استخدمته كان ابيض وحبيبات. في كسرولة بقى او في حلة هنضيف السكر وعليه المية، وهنرفعهم على النار بتكون وسط. هنسيب الخليط بدون ما نقلبه خالص، وهنسيبه على نار الوسط دي لحد بداية الغليان بالشكل ده. ومجرد ما يبدأ ان هو يغلي هنزل بعصرة نص ليمونة، وبعد اضافة الليمون هنهدي النار وهنسيب الخليط لمدة 15 دقيقة وبرده بدون تقليب. وده بيبقى شكله بعد مرور 15 دقيقة. هنزل بمعلقة ماء الزهر، وبمجرد ما اضيف ماء الزهر هطفي النار وهقلب الشربات كويس، وبعد كده هننقله لبرطمان زجاجي او دورق. هسيبه يبرد في حرارة الغرفة. شربات البقلاوة بيكون تقيل بارد. هنبدأ دلوقتي في تحضير الجلاش. بالنسبة للحشوة معايا 350 جرام من المكسرات المشكلة، ما يعادل 3 أكواب من أي نوع مكسرات انتوا حابينه. تقدروا ان انتوا تضيفوا ممكن سوداني أو ميكس سوداني وزبيب وجوز هند. معلقة صغيرة من الحبهان المطحون أو الهيل. 50 جرام من السكر الأبيض، ما يعادل 4 معالق كبيرة سكر. ممكن تستبدلوا السكر الحبيبات بسكر بودر. كمان 150 جرام من الزبدة البلدي، ما يعادل تلتين كوب. طبعا أنا دخلتها الميكرويف لحد ما بقت بالشكل اللي هو السائل ده، من دقيقة كده لدقيقة ونص. كمان معانا 500 جرام من الجلاش أو لفة جلاش. أنا بستخدم جلاش السنبلة، هو أفضل نوع موجود في السوق. بمجرد ما نفك كده لفة الجلاش بنغطيها من فوق ومن تحت بفوطين بيكونوا جافين. هنزل بقى بالسكر والحبهان كمان المطحون على المكسرات. هنقلبهم كويس جدا جدا. بعد ما المكسرات والسكر والحبهان يختلطوا كده مع بعض هنركنهم بقى على جنب. هنبدأ بقى في تحضير الصينية بتاعة الجلاش. الصينية اللي انا استخدمتها كانت مقاس 30 في 30. هندهن الصينية من كل اتجاه بالزبدة. انا استخدمت صينية زي ما قلنا مقاس 30 في 30، وطبعا انا قصيت الجلاش على مقاس الصينية بالظبط. لو انتوا عندكم الصينية مقاس لفة الجلاش فما فيش مشكلة. رصيت بقى اول طبقة من الجلاش، وهدهن كل طبقة بالزبدة السايحة بالفرشة من كل اتجاه. واهم حاجة ان احنا نركز على الاطراف علشان ما تنشفش معانا. هنقسم لفة الجلاش لنصين، نص من تحت والنص الباقي من فوق الحشوة. وهندهن كل طبقة من الجلاش بالزبدة لحد لما اخلص كل الكمية بالشكل ده. طبعا البسبوسة اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو انا كنت عاملاها فيديو سابق خاص بالبسبوسة. هسيبه ليكم في صندوق الوصف. طريقتي في البسبوسة ثابتة، انا مش بغيرها، بعملها من سنين بنفس الطريقة، بتكون ناجحة بإذن الله ورائعة. هنخلص كمية بقى الجلاش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. من كل اتجاه هندهن بالزبدة. ولو انتوا عندكم مقاس الصينية مقاس الجلاش استخدموها على طول، ومفيش داعي ان انتوا تقصوا الجلاش زي ما انا عملت. طبعا الجلاش اللي انا قصيته ده مش برميه، بنعمل منه ام علي او اي حاجة تانية انتوا حابينها. خلصنا بقى رص الطبقات اللي في القاع بالشكل ده. هبدأ اني بعد كده اوزع الحشوة على الصينية كلها بالتساوي، باستخدام بقى معلقة او اسباتيولا او بالنظر كده. اهم حاجة بس احنا ان نوزع الحشوة كويس جدا جدا، ويكون مستوى الحشوة في الصينية كل واحد. وبعد ما وزعنا الحشوة باستخدام معلقة وسباتيولا زي ما انتوا كده شايفين، هنضغط على الحشوة كويس جدا جدا علشان تكون متماسكة وثابتة على الجلاش. اهم حاجة الخطوة دي مهمة جدا، ان احنا نثبت الحشوة كويس جدا جدا على طبقات الجلاش من تحت. ونفس اللي احنا عملناه في طبقات الجلاش من تحت هنعمله من فوق. هنرص طبقة طبقة وندهن كل طبقة كويس بالفرشة من كل اتجاه، طبعا بالزبدة السايحة. هنكمل بقى كل الطبقات بالشكل ده. وبعد ما خلصنا بقى كل الطبقات هضغط على الجلاش من الحواف الأربعة بتاعة الصينية من كل اتجاه بكل قوة. انتوا بمجرد كده ما تضغطوا عليها هتثبت كويس جدا في الصينية بالشكل ده. طب لو انتوا حابين تتنوا الأطراف بتاعة الجلاش للداخل انتوا براحتكم، بس انا شايفة ان كده افضل بكتير علشان ده بيحافظ على الحشوة انها ما تخرجش. هنضغط بقى كويس جدا جدا زي ما انتوا كده شايفين على الحواف. شوفوا شكلها بقت عاملة ازاي، نزلت خالص في الصينية وبقت لطيفة قوي.
وباستخدام بقى السكينة هنبدأ ان احنا نقطع الجلاش اي شكل بقى انتوا بتحبوه اعملوه. عايزين تعملوه بالشكل اللي هو السامبوكسات ده تمام، او عايزينه شكل مربعات برضو اللي انتوا بتحبوا شكله. اهم حاجة دلوقتي ان احنا هنركز في خطوة مهمة جدا، وهي خطوة تسوية الجلاش. هنخبز الجلاش في فرن سابق التسخين على حرارة 160 مئوية لمدة 20 دقيقة. وبعد مرور 20 دقيقة هنبدأ ان احنا نعلي النار على حرارة 200 مئوية لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة، وده طبعا على حسب قوة الفرن عندكم. يعني من بعد كده مرور 10 دقايق هنبدأ ان احنا ناخد بالنا من لون الجلاش. طبعا انا مش عايزاه ياخد لون غامق لحد بقى ما ياخد اللون المطلوب. قطعنا بقى الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بصراحة بحب اللي هو شكل السامبوكسات ده، اقرب لشكل البقلاوة. هبدأ اني اوزع باقي كمية الزبدة اللي معايا على السطح بتاع الجلاش. هنوزعها كويس جدا جدا، واوعوا تنسوا الخطوة دي علشان الجلاش ما يبقاش لونه مش حلو من فوق. وبعد بقى ما وزعنا باقي كمية الزبدة على سطح الجلاش هنبدأ ان احنا ندخله الفرن. زي ما قلنا في البداية هندخله على حرارة 160 لمدة 20 دقيقة، وبعد كده بنرفع الحرارة ل200 مئوية لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة. واهم حاجة المتابعة هنا. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. بمجرد بقى ما يخرج من الفرن وبدون اي انتظار هنسقيه بالشربات التقيل البارد. هنوزع الشربات في كل اتجاه، وهحرك الصينيه كده بتاعه الجلاش علشان الشربات يتوزع كويس على الجلاش. هنسيب بقى الجلاش يبرد في حرارة المطبخ او الغرفة على جنب، وبعد بقى ما يبرد هنبدأ ان احنا نعيد عليه تقطيع مرة تانية. مش قادرة اوصف لكم الجلاش ده كان طعمه عامل ازاي وكان رائع قد ايه. تعالوا بقى كده نطلع من الجلاش قطعة او قطعتين ونشوف شكله عامل ازاي في الصينية. شايفين شكله قد ايه جميل، وشوفوا كمان شكل الصينية من تحت نضيفة جدا، والجلاش مش لازق فيها في القاع ولا اي حاجة خالص. وصفة البسبوسة اللي انا نوهت عنها في بداية الفيديو هسيبها لكم في صندوق الوصف. وبكده فيديو اليوم يكون انتهى. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.